النهاردة هنعمل مع بعض براوني سكريب من أحلى الوصفات اللي هتجربوها. مش بس شكله حلو، لا دي مقاديره مظبوطة وطعمه خطير. أول حاجة هنعملها خليط الكريب. البيض هنضيف عليه الفانيليا والزبدة والسكر، وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. هنقلبهم كويس وهنضيف مقدار اللبن والدقيق، واللي بتظبط كل حاجة هي رشة الملح. هنقلبه كويس بإيدينا أو بالمضرب الكهرباء، وبعد كده هنريحه في التلاجة ساعة ونعمل مقدار البراونيز: البيض، الفانيليا والسكر، وهنقلبهم كويس بمضرب ايدينا عادي. ومسيحه هنا شوكولاته خام مع زبده. هسيبها تهدى شويه وبعد كده هنحطها على الخليط وهنقلبهم وبيبقى قوامه تقيل شويه. وبعد كده هضيف الكاكاو والدقيق ورشه الملح، وهنقلب كله بالسباتيولا عادي، وده قوامه. وبعد كده محضره صينيه مقاس 26 او 28، هضيف فيها خليط البراونيز وهدخلها الفرن على درجه حراره 200. هتاخد حوالي تلت ساعه. وبعد ما الكريب بتاعنا ارتاح هنبدا نعمله في البان عادي. هو بيبقى قوامه خفيف شويه، ده عادي جدا، على نار هاديه هنسويه، وبياخد لون حلو اكتر من كده لو حابين كمان. وهنبدأ نحشي الكريب بالبراونيز. هنحط البراونيز عليها، نقطعها ونحطها ونضيفها بالشوكة بالشكل ده. وبعد كده محضرة هنا صوص شوكولاتة بيضة وشوكولاتة عادية، وبعد كده نقدمها. جربوها هتعجبكم قوي.